من يريد يشتري الجنة؟ كلكم، وأنا معكم إن شاء الله. زين، أنا بعطيكم الحين 5 أسرار لشراء الجنة، 5 أسرار، وكلها في مقدور الجميع، ولا واحد هنا ما يستطيع يقول أنا ما أقدر أسوي ذا 5 أشياء، كلها في مقدور الجميع، في متناول الجميع، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أتيت بهذه ال5 أشياء الجنة لك إن شاء الله. طبعا يحتاج إلى الإخلاص. أول حاجة هذا اللسان عوده على ذكر الله. قولوا سبحان الله، قولوا سبحان الله مرة ثانية. زرعتم شجرتين في الجنة، ما أسهلها. سبحان الله غراس الجنة. أنت تقول سبحان الله شجرة زرعت في الجنة. شجرة من؟ شجرتك أنت. إذا أردت أن تزرع شجرة في الدنيا كم تحتاج من الجهد؟ تحتاج إلى معول، تراب صالح للزراعة، تحتاج إلى بذور، تحتاج إلى سماد، تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى رعي، تحتاج إلى السقاية، تحتاج إلى متابعة. يمكن هذه الشجرة تكبر، يمكن تذبل، يمكن تموت، ولكن شجرة الآخرة بقولك سبحان الله زرعتها، من يراعيها؟ جل جلاله. وشجرة الجنة ليست كأشجار الدنيا، شجرة الجنة غير. يقال بأن شجرة الجنة لو فقس غراب وهو أطول الطيور عمرا وطار إلى أن مات ما قطع مسافة ورقة من أوراق الجنة. تزرعها بماذا؟ سبحان الله. زرعت من شجرة ثالثة سهلة. الذي يمنعك في اليوم أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة؟ ماشي. قولوا الحمد لله، قولوا مرة ثانية الحمد لله. ملأتم الميزان مرتين، الحمد لله تملأ الميزان. سهلة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أصلا أنتم خلقتم للجنة، أنتم خلقتم للجنة، ودعوة الجنة مفتوحة. كل واحد من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله استلم بطاقة الدعوة من من؟ من الله سبحانه وتعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أمتي من يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. صح ولا لا؟ قال كل أمتي يدخلون الجنة. يدخلون فعل مضارع مستمر. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هناك استثناء. بطاقة الدعوة جاءت حل جميع دخول الجنة إلا من أبى. بعض الأحيان تجيك بطاقة دعوة إلى العرس، إلى الملكة، إلى حفل، إلى غير ذلك، إما تحضر وما تحضر، أنت تختار. إذا القرار بيدك، القرار بيدك أنت. تدخل الجنة ولا ما تدخل؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فسألوا الصحابة ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا لما في عقل يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد